السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط، هيعرفنا انواع الصوصات في المطبخ. يلا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بس اللي دخل الفيديو يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. اول حاجة هنتكلم عنها هي الكاتشب. بنستخدم الكاتشب في ايه في المطبخ؟ بنستخدمه مع السندوتشات، سندوتشات الكريب والشاورما. بيستخدم مع البطاطس المحمرة، الأطفال بيحبوه. وبيدخل بقى في تتبيلات كتير قوي، زي تتبيلات الفراخ المشوية ومع اللحوم، وتتبيلة الشاورما والستريبس. أما المايونيز برضو بيدخل في تتبيلات، بيخلي لحمة الحاجة طري، بيدي طراوة كده للحم، وبرضو بيتعمل منه السندوتشات. والمستردة برضو زيهم بتستخدم برضو في السندوتشات، وبتحط منها في تتبيلات كتير. وفي ناس بتحب تحطها مع تتبيلة السمك، بتحط منها معلقة في تتبيلة السمك المقلي، بيحبوا يستخدموها معاه. مع الثوم والفلفل الأخضر بيحطوا معلقة منها للسمك المقلي، بيبقى طعمها حلو في التتبيلة. وبيتعمل بقى منهم صوص كده في محلات سندوتشات الكريب. بتحطي معلقتين كاتشب ومعلقتين مايونيز ومعلقة مستردة من دي، وتقلبيهم كده ميكس مع بعض. بيدوكي طعم الصوص بتاع السندوتشات بتاعت الكريب اللي اتحط في سندوتشات الكريب. المحلات بتعمله كده ميكس كده مع بعض، وبتدهني منه الكريب قبل ما تحطي الحشو. اما بقى نيجي للدبس الرمان. دبس الرمان بيستخدم برضو في تتبيلات المشويات، وبتحط منه ساعات على السلطات في المطاعم. وبنستخدمه تاني مع لو انت جايبه كبد وقوانص وعايزه تعمليها بفلفل وتوم وبصل وكده، تحطي منه معلقتين. طبعا ريحه الكبده بتاعه الفراخ بتبقى نفاذه، ليها ريحه كده نفاذه. دبس الرمان بيخلي طعمها جميل وما بديهاش اي ريحه خالص، مهما تغسليها برضو بيبقى فيها ريحه. اما دبس الرمان بقى بيخلي طعمها جميل قوي، استخدموها هيعجبكم قوي. اما الصوص الباربيكيو برضو بيستخدم في جميع التتبيلات، بيخلي طعمها حلو كده. الصويا صوص بقى في منها نوعين، صويا صوص غامق وصويا صوص فاتح. الصويا صوص الغامق احسن في التتبيلات، ليه؟ بيبقى تقيل وحلو، التاني بيبقى خفيف. الفاتح بيبقى خفيف وملحه زيادة شوية. الصوص الغامق، الصويا صوص الغامق بيبقى حلو في التتبيلات، ومخلي الفراخ المشوية كده طعمها حلو قوي. بيديها طعم جميل زي بتاع المحلات اللي بره اللي انتوا بتشتروها من بره. في صوصات بقى بتبقى جاهزة في السوبر ماركت الكبير، بتبقى صوص جاهز كده، بتجيبيه بتحطيه في الطبق للأكل على طول، زي صوص الشيدر، صوص التومية، وصوص الكولسلو، وصوص تكس برجر للبرجر، وصوص البيج ماك برضو صوص للبرجر، وصوص الرانش للسلطات والمشويات. وفي كمان صوص البلسمك بيستخدم مع السلطات، وصوص الترتار بيستخدم مع الجمبري والأسماك الفرايد. وفي كمان صوص كاتشب عادي وحار، للي عايز مثلا اللي بيحب الحاجة سبايسي، في كاتشب حار زي ده. وفي كمان صوص بيبقى كاتشب للبيتزا، ازازه كده بتجيبيها بتصب منها على العجينه على طول وتفرديها وتحطي حشوه البيتزا. وفي صوص كمان شطه للاكلات السبايسي. وفي صوص هريسه جاهزه، فلفل احمر جاهز مفروم جامد زي الصوص كده، بيبقى حراق للي بيحب الاكل السبايسي. وفي كمان صوصات كتير بتستخدم بيبقى معلبه، بتجيبيها برضو على الاكل على طول. لكن دي اللي احنا بنستخدمها في المطبخ وبتبقى عندنا. بنستخدمها في التتبيلات، لازم تغيري من اكلك لولادك. تغيير في الاكل يا جماعه مطلوب، حلو ان انتوا تاكلوا حاجه جديده. وبرضه لما تجربي الحاجة وتلاقيها حلوة بتعمليها مرة واتنين وتلاتة تاني. أتمنى برضه إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.